بص، الفيديو ده عايز افرق لك بين حاجتين مهمين جدا، وهي الانضباط كمفهوم ومفهوم التحفيز. اول حاجه، مفهوم التحفيز ده دي حاجه بتحصل للانسان مؤقته. بمعنى لو انت عايز تذاكر فانت هتقوم تسمع فيديوهات تحفيز عشان تقوم تذاكر. لو انت عايز تنزل الجيم فانت هتقوم تسمع فيديوهات تحفيز عشان تقوم تنزل الجيم. ودي حاجه مؤقته، يعني بتحصل للانسان فتره ومش تحصل تانية. لو انت عملتها مره مش هتعملها التانية، ولو انت عملتها مرتين مش هتعملها التالتة. اما بقى الانضباط ده واحد عنده تارجت، ده واحد عنده هدف محدد عايز يروح له. لازما يسعى للهدف ده، لازما يروح للهدف ده، لازما يظبط نفسه عشان يوصل للهدف ده. هو ده مفهوم الانضباط ومفهوم التحفيز. انت بقى لازما تقرر انت مين في الاتنين دولت. قوم وقف كده قدام المراية وخد دقيقة من وقتك وبص في المراية وشوف انت انهي واحد في الاتنين. هل انت الواحد اللي عنده تارجت وعايز يحقق الهدف ده، ولا انت اللي تقوم تسمع فيديوهات تحفيز عشان تقوم تعمل اي حاجة؟ لازما تقرر من انت. سلام.